السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنقول الدعاء مع بعض. اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميعا يا رب. هنا كان عندنا هنا شوية موز استووا. فأنا قلت ايه أعمل بيهم حاجة، فأنا هعمل بيهم ايه جيلي بالموز. يلا نشوف مع بعض. هنعمل الأزرق ده الأول، بعدين نبقى نعمل هنحط في كل كده. انا هنا عندي عملت الايه الجيلي. الباكو بياخد كوبايتين. بنحط كوبايه مغليه وكوبايه بارده، يعني بنغلي الميه ونحط فيها باكو ونحط كوبايه ايه بارده عليها. لو هنعمل باكوين يبقى هنعمل كوبايتين مغليين وكوبايتين باردين. انا عملت هنا كوبايتين مغليين وكوبايتين باردين. وهنعمل ايه، هنحط عليهم الايه الموز. هنحط بقى الموز هنا كده، هنحط في كل واحد شويه. دي كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على فكرة الحاجات دي حلوة جدا في الصيف. جيلي بالكاستر، جيلي بالمهلبية، ومعاها فواكه كده بتبقى حلوة، تترطب على القلب. هنسيبها بقى في التلاجة لحد ما تسقع. ولما تسقع انا هرجع وراها لحضراتكم تاني. وممكن برضو لو عايز يعمل لو عدة فواكه مع بعض برضو هتبقى حلوة. هنعمل بقى، عملنا هنا ايه 5. هنكمل الباقيين. خلاص انا عملتهم هم كلهم. خلاص طلعوا معانا كام دول 5. هما دولت الطقم ده كان 6 بس في واحدة اتكسرت. اتفضل عندي 5 دلوقتي. ادي 5 6 7 8 اطباق. يبقى الباكوين الجيلي عملوا معانا 8 اطباق. ولو حد عنده سلطانية كبيرة وعايز يحط الفواكه فيها مرة واحدة ويحط برضو عليها الجيلي كله مرة واحدة، برضو ممكن كده، ممكن نعملها كده وممكن نعملها في حاجات تانية. ممكن عارفين الحاجات اللي بيعملها ستيك بتاعة الايس كريم دي، ممكن برضو نحط فيها الجيلي والفواكه نحطها في الفريزر برضو يطلع شكلها حلو للأولاد. اتمنى يكون عجبكم الفيديو كده، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفضلوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا كده مسك معانا الجيلي اهو. ديت انا قلبتها اهيت. انا قلبتها حطيتها من هنا، ده من الطبق ده قلبتها هنا اهيت. وده هنا دولت الاطباق اللي هي زي ما هي اهيت. ده مسك اهو. وده كان معانا الجيلي. طبعا احنا عارفين الصيف بيكون محتاج الحاجات ديت. اتمنى يعجبكم وتجربوه بالطريقه ديت وتفضلوا معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.